هي كده الحلقة اشتغلت ولا اشتغلت. جانا ما كانتش عايزة تنزل الحلقة النهاردة، انا قلت لها لا 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 لا، انا ما بحبش كده، انا بحب الانضباط والالتزام بمواعيدي وحكاوية. يلا تعالوا عشان احكي لكم، اروح من هنا ولا اروح من هنا؟ لا لا خلينا من هنا. يا اختي اروح منين؟ مفاجأة مش كده؟ ايه رأيكم في اللوكيشن بتاعي؟ جايز كوباية الشاي بتاعتي والمايك بتاعي، لان انا ما بعرفش يعني اعمل مونتاج، والراديو صحيح، لان انا ما بعرفش اعمل مونتاج على قد كده. وانا عايزه احكي لكم حكايه شغلاني قوي، بس استنوا على ما اخد بق شاي عشان جانا شكلها عاملاه حلو قوي. الحمد لله. حكايه الغش في اللجان. تعالوا احكي لكم اللي حصل. جانا بيقعد قدامها في اللجان بنتين، واحده اسمها ايسل والتانية اسمها ايمان. ايسل دي دايما شطوره وبتحضر محاضراتها اول باول وبتذاكر كل حاجه، اما ايمان دي وحشه خالص وما بتذاكرش ودايما بتغش في اللجنه وبتعمل دوشه. جانا بقى كانت محتاره، هي ايمان مش عارفه ان من غشنا فليس منا، وان الغش حرام، وان هي كده بتسرق مجهود ايسل. كانت محتاره تروح تقولي للمراقب على ايمان ولا تقول لايسل داري ورقتك عشان ايمان بتغش منك. فهي اختارت انها ما تأذيش ايمان وتروح تقول لايسل. بيني وبينكم انا مش عارف اللي هي عملته ده صح ولا كانت المفروض تروح تقولي للمراقب على امان. انتوا شايفين ايه؟ المهم جانا لما قالت لايسل، ايسل اتضايقت قوي وراحت حكت لاخوها ياسين، ما هي ايسل عندها اخ اسمه ياسين. المهم ياسين قال لها بصي يا أيسل، زي ما الدنيا فيها الحلو فيها الوحش، زي ما فيها الشخص الأمين للأسف فيها الشخص الغشاش. انتي بعد كده تداري ورقتك من إيمان. بصت عليها قولي لها بعد إذنك يا أمان ما بحبش حد يغش مني. بصت عليها التالتة انصحيها تاني. بصت عليها الرابعة قولي للمراقب. انتي كده حذرتيها 3 مرات. لكن ايسل قالت له طب ماشي كده، ومسألة الغش مجهودي اللي ضاع ده اعمل فيه ايه؟ انا ذاكرت وسهرت وعملت كل حاجة، خدتوا بالكم من سهرت دي؟ وسهرت عملت كل حاجة، مجهودي ده بقى رايح فين؟ رد عليها وقال لها عيب عليكي يا أيسل، بقى انتي كبيرة وفي الجامعة وما تعرفيش ان ربنا ما بيضيعش أجر من أحسن عمله. انتي مجهودك ده مش ضايع، ممكن ربنا ما يحطهولكيش في الامتحان وممكن يحطهولك في حاجة تانية، لكن مجهودك عمره ما يكون ضايع. انتي عليكي تسعي وربنا عليه يديك النتيجة بقى مطرح المكان اللي هو عايز يحطك فيه. وإيمان ملكيش دعوة بيها، ربنا هو اللي بيحاسب وبيعاقب وبيرزق، احنا ملناش دعوة. انتي عليكي انك تحافظي على ورقتك ومجهودك، وربنا هو اللي عليه انه يحاسب ويعاقب. فهمتي يا أيسل؟ وايسل فهمت وما عادتش ايمان بقت بتغش منها والحلقة نزلت اهي. وجانا قال ايه ده؟ جانا ايه الكوبايه دي؟ ومين اللي طلع المايك ده؟ هو انا مش قلت لك مفيش حلقه النهارده؟ بقول لك ايه، انا سكت لك من الصبح، انا حكاويه دي ما تتاجلش يعني، انا بقول لك خلاص ماشي. اختمي يلا يا جانا. اختم ايه؟ اختمي الحلقه ال 22. لا مش هتنزل. اختمي بس. بس يا ترى المره الجايه القلم هيحكي لنا حدوته ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. في اين قلمي هنا العنوان، استنونا يوم الجمعه مع الحلقه 23. انزلي يلا يا ابني بالسقفه الحلوه، سقفوا يا جماعه سقفوا.